السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم تكون مزيانه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم نقدم لكم المقروط بمناسبه رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه. كيجي لذيذ بزاف، مقرمش من برا ومعلك من الداخل. فبقاو معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غناخذ واحد الاناء اللي غادي نعبر فيه 500 غرام ديال السميده. انا عندي هنايا السميده رقيقه اللي كنستعملو في الحرشه. الا كانت متوفره عندكم ديك اللي كتكون خشينه يعني ديال الحلويات النيت ولكن كتكون شويه غليظه، ديروا 250 غرام منها و250 غرام من الرقيق، يعني خلطوا بيناتهم بجوج. انا توفرت عندي غير هاد الرقيقه فاستعملتها بوحدها. كيف ما قلت لكم عبرت منها 500 غرام. غادي نضيف عليها واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، ما تكونش عامره بزاف. انا عندي هاد المعلقه شويه صغيره. وغادي نضيف عليها معلقه نفس القياس ديال السكر. انا عندي هنا السكر شويه غليظ فطحنته شويه. وغادي نضيف واحد الرشه ديال الملح. صافي هادو هما النواشف اللي غادي نحتاج. غادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان باش نضيف الزبده. بالنسبه للزبده عندي هنايا 80 غرام ديال الزبده الحيوانيه اللي ذوبتها مزيان وخليتها حتى كتشوفوا، حتى كيف ما كتشوفوا اللون ديالها هكذا وبدا كيغمق، يعني قربت تكون نوازيت. صافي غادي نضيفها وغادي نستعمل اليد ديالي باش نبسبس مزيان السميده بهذيك الزبده حتى تشرب ليا كلشي. الحبيبات ديال السميده يتشربوا هذيك الزبده. ضروري من هاد المرحله نبسبسوها مزيان. صافي من بعد ما ساليت غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح قد ما بغيتو، ساعه ساعتين 3 سوايع. تقدروا كاع تخلوها ليله كامله تبات، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لي انا خليتها ساعتين. دابا غادي نضيف ليها واحد 2 معالق كبار ديال الماء الزهر وغادي نكمل بالماء عادي من الروبيني. غادي نضيف غير شويه بشويه وانا كنجمع، يعني ما نعجنش، غير نخلط هكذا بوسط الاصابع ديالي باش يعني ما تعجنش ليا، ما كتجيش زوينه. ما كنحتاجش بزاف ديال الماء. صافي كنجمعها. القوام ديالها خاصو يكون مرخوف شي شويه، يعني ما تكونش قاصحه حيت مازال غتشرب. غنخليها ترتاح واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق باش تشرب ليها داك الماء ويكون القوام ديالها هو هذاك كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي في هذا الاثناء غندوز باش نوجد العقده ديال التمر. عندي هنايا 400 غرام ديال التمر. انا استعملت التمر اللي فورته، تقدروا تستعملوا غير هذيك اللي كتباع جاهزه، ديك العجوه. وضفت ليه واحد المعلقه كبيره ديال الزنجلان مطحون ومعلقه كبيره ديال اللوز مطحون، يعني ماشي مطحونين بزاف غير مهرمشين. غادي نضيف شويه ديال القرفه، واحد نص معلقه صغيره. وغادي نضيف شويه ديال المسكه الحره، واحد راس معلقه. انايا عندي المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر وكنحتفظ بها هكذا وقت ما بغيتها كنستعملها. درتها في واحد البواطه صغيره وكنستعملها وقت ما بغيت. صافي غادي نضيف كذلك شويه ديال الزبده. بالنسبه لي انا التمر ملي كان نفورو يعني كيكون القوام ديالو جاري شويه، ماشي بحال ديك العجوه كتكون قاصحه، فما غاديش نحتاج بزاف ديال الزبده. وكذلك ماء الزهر غادي نضيف غير شويه ديال ماء الزهر باش يعطيني هذيك النسمه وصافي. وغادي نوضعها في الثلاجه شويه حتى تقبض راسها عاد باش نشكل منها كويرات الحجم اللي بغيت. بالنسبه لي انا كندير 9 غرام في الكره ديال 8 غرام في الكره ديال التمر، وكندير 15 غرام في الكره ديال السميده يعني في العجين. صافي غادي نبدا نشكل على هذا الشكل هذا. كناخذ واحد الكويره ديال العجين وكنوضع وسط منها الكويره ديال التمر. غادي نوضعهم يا اما في واحد الفيلم اليمونتير فوق منه يا اما فوق الطاوه. بالنسبه لي انا غنقليه، يعني الا بغيتو طيبوه في الفران تقدروا، انا غنقليه هنايا. صافي كنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل كلشي الكميه اللي عندي. عفوا بالنسبه للعبار ديال التمر انا عندي 350 غرام ديال التمر ديال العجينه ديال التمر، ماشي 400 غرام.
كما كتشوفوا راه يعني العجينه ما كتكونش قاصحه، خصها تكون بين وبين باش هكذا يجي لينا المقروط ديالنا زوين، ما يكونش قاصح بزاف، كيكون مقرمش يعني هو هذاك في العضه. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو القرنفل وهذا يقدروا يزيدوه مع التمر. انا ما كيعجبنيش الذوق ديالو، فغنكتفي غير بالقرفه وشويه ديال المسكه الحره، وغنستمر حتى نكمل كلشي العجينه اللي عندي. صافي من بعد ما ساليت كلشي الكميه، انا غادي ندوز باش نشكلهم. غادي نستعمل هذا الطابع اللي ديجا يعني استعملته في فيديوهات اخرين ديال المعمول. تقدروا تستعملوا هذيك المغرفه اللي الخشبيه او اللي توفر عندكم. انا غنستعمل هذا. ضروري ما نرش سطح العمل بشويه ديال السميده باش ما تلصقش ليا. وكذلك هذاك الطابع ديالي ضروري خاصني ندير ليه شويه تاع السميده، يعني نضغطوه هكذا في السميده هي الاولى، عاد باش نضغط به على العجينه باش ما يتلصقش ليا معاه. صافي كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي نوضعهم كيف ما قلت يا اما فوق بابي، يعني بابي سيفريزي اولا فيلم اليمونتير اللي بغيتو. الا كنتو غطيبوهم في الفران وضعوهم في الطاوه من طبيعه الحال مفرشه بالورق الطهي. صافي كيف ما تشوفوا معايا ضروري كنستعمل شويه تاع السميده باش ما تلصقش لي العجينه. وغنستمر بنفس الطريقه ملي كنشوف هذاك الطبع ديالي عمر بالسميده من هذاك يعني داك الزواقه ديالو عمرات بالسميده، كنحيدها بواسطه واحد الكوردون. وغادي نستمر حتى نكمل كلشي الكميه اللي عندي. صافي من بعد ما كملت كلشي الكميه اللي عندي، دابا غادي ندوز باش نطيبهم. انا هنايا ما سجلتش من الاول. المهم كندير الزيت، ما كتكونش سخونه بزاف، كتكون متوسطه الحراره ديالها، وكنوضع فيها المقروط ديالي. يعني كياخذوا واحد تقريبا واحد 8 حتى 10 دقائق باش يطيبوا. كياخذوا وقت طويل. وكيف ما قلت الا بغيتو طيبوهم في الفران طيبوهم، شعلوا الفران حتى يسخن مزيان، ونقصوا شويه الحراره يعني يكون حراره متوسطه، ودخلوا المقروط ديالكم يطيب على خاطرو. حتى في الفران كياخذ مده طويله. كيف ما كتعرفوا السميده كتاخذ مده طويله باش طيب. صافي من بعد ما كيتحمر ليا وكياخذ اللون اللي انا بغيت، يعني تقدروا تحمروه بزاف او لا يكون متوسط، كنهزو من الزيت وكنوضعو نيشان في العسل. كنخليه في العسل حتى كيطيب الكميه الاخرى اللي غادي ندير، يعني كما قلت لكم 8 حتى 10 دقائق باش يتشرب لي العسل مزيان. صافي غنستمر حتى نكمل كلشي الحبات اللي عندي.
صافي من بعد ما خليته تشرب العسل مزيان حيدته. كنقدمه بالصحه والراحه، كيجي زوين بزاف المنظر ديالو، كيجي يعني حتى اللون ديالو مذهب ورائع صراحه. يعني اللون ديالو كيكون احسن من اللي طايب في الفران. المقلي كيكون احسن في اللون، ولكن بالنسبه للمذاق راه بحال بحال. وصافي كنقدموه بالصحه والراحه، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه، ولا عجبتكم خليوا لي تعليق، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.